السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا السلام بيكم. معاكم عبد الرحمن من قناة عبدو بلانت. وحشتوني جدا جدا جدا. احب اشكركم جدا على بفضلكم على الدعم على الفيديوهات اللي فاتت، و يعني وعلى المنصات الباقية. فتحت اول طريق للدعم عن طريق الفيسبوك اللي هي الستارز. بفضلكم ودعمكم شكرا جدا ليكم. والنهارده هنتكلم عن حاجات كتير قوي الصراحه، وحاجات حلوه. يعني انا لما شفت الاخبار دي ساعتها قلت ازاي يا جدعان، ازاي بس خطوه حلوه، خطوه حلوه عندنا في مصر ان ده يحصل. ونبتدي باول خبر معانا، ان النادي الاهلي ووادي دجله دخلوا مجال الرياضه الالكترونيه. هتقول لي ازاي؟ عملوا بطولات لفيفا والحاجات دي، هم طبعا عشان في الكوره وكده، اليوم في الكوره والحاجات دي، فبدوا باول حاجه بطولات لفيفا اف سي اللي هي 24 او 25 حسب الموجود، ان انا مش عارف انهي جزء موجود، اللي هي لعبه فيفا يعني. فدي خطوه حلوه ان الفرق اللي معروفه الرياضيه زي الاهلي ووادي دجله والحاجات دي كلها يخشوا في مجال الرياضه الالكترونيه، لان هو يعني مجال حلو برضه. يعني الرياضه الالكترونيه يعتبر رياضه. يعني احنا دلوقتي الرياضه الالكترونيه بقى عندنا اتحاد، بقى عندنا اتحاد للرياضه الالكترونيه. هو يبقى عندنا لعيبه بتلعب باسم مصر ومنتخبات، ويعني بقى المجال بدأ يظهر عندنا اكتر واكتر يعني. وبعد كده بقى خلصنا من النادي الاهلي وايه وادي دجله، نروح بقى على الخبر اللي بعده. بشوف سكريبت، انا هقولها لكم تاني، بشوف سكريبت. بيقول لك بقى ايه يا سيدي، ان لعبة موبايل ليجندز عندنا في منتخب مصر للبنات اتأهل. يعني بسم الله ما شاء الله، المنتخب ده بالذات اتأهل لبطولتين كاس عالم في نفس السنة، كاس عالم السعودية وكاس عالم الصين. هو اتأهل دلوقتي لكاس عالم الصين، ويا رب نشوفهم يعملوا حاجة حلوة. نخش بقى على الخبر اللي بعده، واللي هو خبر حلو الصراحة. بيقول لك ان السوبر دوم بتاع فالورانت، للاسف انا بحب العب لول، انا بحب العب لول وفريق وبشجع انا. في سؤال هقوله لكم بعد الخبر ده هيهمكم برضو، في ناس هيهمها الخبر ده. ان السوبر دوم بتاع خاص فالورانت اللي هيبقى في الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي. المفروض هو هيبقى في استاد القاهرة الدولي زي كل مرة يعني. هيبقى من يوم 28 ليوم 30 نوفمبر اللي هو شهر 11 يعني. يبقى من 28 ل 30. مش عارف بقى، المفروض كان العكس، اللي هو بيبقى لول قبليه او بعديه. المفروض لول بعديه على حسب يعني ما بيقولوا. ان انا اخر مرة لما رحت السنة اللي فاتت كان في الشتاء، وفي عز الشتاء الصراحة. يعني الصبح كان جو حر موت، انا فاكر اليوم ده والله كان الصبح حر موت وبالليل تلج موت. تلج يعني. لو انا كنتش متأكد كان زماني يعني بيت في البرد يعني. وانا بقى بشجع فريق مين في الفلول؟ ما بشجعش غير فريق واحد بس، اللي هو انوبيس جيمنج. ده الفريق الوحيد اللي انا بشجعه، لان انا ده اللي وعيت عليه وعرفته في مجال الاسبورت، واول فريق اعرفه في مجال الاسبورت خالص، ويعني ده اللي ثابت معايا. وبشجعه مش كلعبة، بشجعه كفريق كامل. و ايبك جيمز بقى نزل لعبة فوتبول مانجر 2024 مجانا، اللي هي تمنها حوالي $70. لعبة كقيمة الصراحة، انا ذات نفسي لعبت اللعبة دي وجربتها، لعبة حلوة جدا، ويعني حلوة الصراحة. يعني اي حد ليه في الكورة عايز يلعبها هتعجبه اوي الصراحة. ومساحتها صغيرة 5 جيجا، ولعبة اصدار السنة دي، فتقدر تلعبها ليه لا. اللعبة دي عبارة عن ايه؟ ان انت بتمسك فريق كامل. ممكن تبقى تختار منتخبات، يعني ممكن تبقى تختار تدرب منتخب وفريق، او منتخب بس او فريق بس. فهتعمل ايه؟
هتحمل اللعبه، وعلى فكره بتشتغل على الاجهزه الضعيفه يعتبر، مش قوي يعني، ادائها مش قوي لكن بتنفع. فايه بقى اللعبه، انت بتمسك فريق ليفربول بقى في اي دوري. للاسف ما فيش الدوريات المصريه، ممكن في مدات ناس عملوا مدات نحط فيها الفرق المصريه ممكن، لكن هي اللي موجوده فيها تحط الفرق تاخد فريق كده وتدربه. بص بقى، الميديكال اللي هو الطب، اللي هو الرعايه بتاعتهم وكده، اجتماعات مع المدربين اللي هم مدربين الدفاع، المدربين الدفاع والهجوم مش عارف ايه، والحراس، مدربين مع الاستاف كامل، حاجات كتيره جدا 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 جدا. واسف ان الفيديو طويل، يعني انا فيديوهاتي بتبقى 3 دقايق، دقيقتين ونص. للاسف ده الفيديو عدى الست دقايق. اسف ان انا طولت عليكم، الغيبه برضو ان انا في يوم قطعت فيه الفيديوهات. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم النهارده، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والدعم. الدعم انا فتحت لكم الستار زي. وشكرا لكم جدا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.